الأعمدة أو الشافتس ممكن تكون اسطوانية وممكن تكون مربعة، والشافتس دي ممكن تكون سوليد أو هولو. في نوع تاني بقى اسمه الأكسل، ولو فكرت إن الأكسل والعمود نفس الشيء فخليني أقولك إنك غلط. الأكسل بيكون شكله قريب من العمود، لكنه بيقف ثابت ومش بيتحرك. شغلته الوحيدة إنه بيشيل حاجة تانية بتتحرك زيه زي الأسطوانة اللي بترفع حاجة تقيلة أو عجلة العربية. يعني هو اللي شايل الحمل وبيدعم الدوران بدون ما هو يتحرك. طيب والسبندل؟ السبندل ده هو عمود صغير بياخد الحركة ويزقها ناحية أداة قطع زي الدريل أو قطعة شغل زي اللي في المخارط. نيجي بقى للسؤال المهم، وهو ازاي أحدد الشافت المناسب ليا. في الأول لازم نحدد الماتيريال المناسبة الخاصة بالشافت، لأن مش أي مادة ينفع تتعمل منها الأعمدة بشكل عام. ولأن معظم شغلنا مع معدات ميكانيكية، المادة اللي هنستخدمها في العمود لازم تكون فيها شوية مواصفات معينة. لازم تكون قوية هاي سترينث، ولازم تكون سهلة في التشغيل والماشينينج، ولازم تكون ليها حساسية قليلة للنوتش أو للشقوق، ولازم تكون قابلة للمعالجة الحرارية، وآخر حاجة لازم تكون مقاومة للتآكل. طيب ايه اللي بنستخدمه كويس جدا للطلبات دي كلها؟ الفولاذ الكربوني، وعندك بقى أنواع زي 40C8 و45C8 و50C4 و50C12، وده طبقا للإنديان ستاندرد، وكل نوع من دول ليه خواص ميكانيكية معينة. ولو محتاجين انه يبقى قوي جدا، هنا بنستخدم الفولاذ السبائكي زي النيكل او النيكل كروم او حتى الكروم فانديوم. الشافتس بيتم تصنيعها عن طريق انها بيتعمل لها درفلة الاول على الساخن، وبعد كده بنظبطها بالحجم اللي عاوزينه عن طريق السحب البارد او بالتشغيل على المخارط والتلميع. بس خلي بالك، الأعمدة اللي بتطلع من السحب البارد بتبقى أقوى، بس فيها إجهادات متبقية ممكن تأثر عليها لما نيجي نشتغل عليها. الأعمدة ليها مقاسات محددة، بتبدأ من 25 ملم وتطلع لحد 500 ملم بخطوات محددة، وكمان الطول بيوصل ل5 متر و6 متر لغاية ما يوصل 7 متر. تعالوا بقى نشوف الإجهادات اللي ممكن تأثر على الشافت واللي بتلعب دور رئيسي في اختيار العمود المناسب. أول إجهاد وهو إجهاد القص أو الشير ستريس، دي بقى بتتولد لما بننقل العزم عن طريق العمود، يعني نتيجة التحميل الالتوائي. العمود هنا بيقاوم كل اللي بيحصل جواه عشان يفضل مكمل وظيفته. تاني إجهاد وهو إجهاد الانحناء أو البندنج ستريس، سواء كانت شد أو ضغط، دي بتتولد بسبب القوة اللي بتأثر على عناصر الماكينة زي التروس والبكرات، وكمان بسبب وزن العمود نفسه. تالت حاجة وهو بيكون إجهاد مجمع من الالتواء والانحناء، وده بقى لما يجتمع الحمل الالتوائي مع الحمل الانحنائي على العمود، يعني العمود بيبقى تحت ضغط من كل الاتجاهات وبيحاول يتعامل مع كل اللي بيحصل عليه في نفس الوقت. طيب ايه هي اقصى الاجالات اللي مسموح بيها في الاعمدة؟ الجمعية الامريكية للمهندسين الميكانيكيين اللي هي ازمي قالت لنا بص، لو العمود مفهوش فتحات مفاتيح نسمح لك ب112 ميجا باسكال، ولو في مفاتيح خففها شوية وخليك عند 84 ميجا باسكال. تصميم الأعمدة لازم يبقى على كذا أساس. أول حاجة وهي القوة أو السترينث، تاني حاجة واللي هي الصلابة والتماسك، الريجيديتي والستيفنس. ونبدأ ندرس الحالات دي اللي هي لما تكون الأعمدة بتشيل عزم التواء بس اللي هو التويستنج مومنت اور تورك اونلي، والأعمدة اللي بتشيل عزم انحناء بس اللي هو البندنج مومنت اونلي، والأعمدة بقى اللي بتشيل الاتنين مع بعض، والأعمدة اللي بيكون عليها أحمال محورية جنب العزم والالتواء اللي هي بتتعرض لأكسيال لودز مع كومبايند بين التورشنال اند بندنج لودز. تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. لو عايزين نحدد قطر عمود هيكون متصل مثلا بموتور، والموتور ده هيدينا معلومات زي ان عدد اللفات 200 لفة في الدقيقة، وبينقل باور مقداره 20 كيلو واط. هنفترض ان العمود مصنوع من الميلد ستيل، والالوبل شير ستريس المسموح بيه 42 ميجا باسكال. وزي ما قلنا عايزين نحدد قطر العمود المناسب. في قانون من خلاله بنقدر نحسب الديامتر بشكل مباشر، واللي بيقول ان التورك بيساوي الالوبل شير ستريس في الديامتر تكعيب في باي على 16، واحنا معانا الباور واللي بيساوي التورك في اوميجا. ومن هنا هنحسب التورك واللي هيساوي 20 في 10 أس 3 في 60 على باي في 200 في 2، هيساوي 955 نيوتن في متر، ونضرب في 10 أس 3 عشان نخليها نيوتن في مليمتر على طول. وهنروح نعوض في قانون التورك، هنلاقي ان كله معانا ما عدا الديامتر، وبالتالي الديامتر أس 3 هتساوي 955 في 10 أس 3
على 8.25 هتساوي 115,733. هناخد الجذر التكعيبي هيطلع معانا 48.7. هنقرب لأقرب رقم صحيح وهو 50 ملم، وبكده نكون طلعنا قطر العمود المناسب وهو 50 ملم.